وانا نحب نقول له سي مصطفى النابلي في وقتك نحيت انسان بريء وانسان خدام باش حطيت لنا واحد من معارفك. انا بنت لي ناس عندي 30 سنه، قال له يا بابا يجي نوليو شرفه، قال له حتى يموتوا كبار الحومه. ولهذا انا نحب نوصل له الكلام هذايا، كونك في وقتك انت وحطيت لنا السيد هذايا قعد 18 سنه على قلوبنا في اللياناس. تصور مدير عام 18 سنه وهو في مؤسسه واحده. في الوقت هذايا الكل كان اي حاجه نطلبوها كل شيء ما يلزموش يصير. طلبنا كنقابه استقلاليه المعهد وبعدها على الوزاره رفض. لي زانكيت ثم دي زانكيت نحبوا ننشروها يرفض. دونك ما يجيش توا ويقول علاش تنحى، وانا باش نجاوبوا علاش تنحى كنقابه، وانا نتحمل مسؤوليتي في الكلام اللي باش نقوله له. سي مصطفى النابلي موجود على راس الوزاره ولا اخرج منها، يحب يكون ديما هو الوصي على المعهد الوطني للاحصاء، وهذا من بعد 14 جانفي ما عادش نقبلوه لا منه هو ولا من غيره. اللي صار كونه ديما بتوصيات من عند السيد هذايا. وقت اللي صارت 11 جانفي وقت الثوره وتنحى المدير اللي عنده 18 سنه وهو قاعد معانا بتوصيات من عند السيد هذايا، حطوا لنا زوز منهم هذا السيد اللي هو يتسائل واللي يقول انا نعرفه علاش نحيتوه. كونك انت تعرفوا سان فو با دير اللي هو اكسيلون، هو انسان يلزمه كفاءه، فهمت؟ اللي تنحى الناس كل سمعت وعلمت اللي المعهد تسكر 43 يوم، وقفت الحركيه في المعهد. هذا الكل علاش؟ لانه الناس اللي حطهم هو واللي وسع عليهم باش يكونوا موجودين ما همش في المكان المناسب اللي هو حطهولهم، فهمت؟ السيد هذايا معناها عملوا رونفور بالسيد اللي يحكي عليه هو، واللي هو توا متواجد في مع نداء تونس، واللي قال اللي هو يعرفه وقت اللي تواجد السيد هذايا على اساس باش يدخل للمعهد وباش يحسن المعهد وباش معناها يرتقي به. اللي صار هنايا كونه العكس. السيد هذا اول ما جاء الحاجه الاولانيه اللي خزر لها هو يبدل اللوجو نتاع المعهد. اللوجو نتاع المعهد تبدل في 2010، انت تبدل فيه في 2011. علاش؟ خسر في المعهد في وقت في ظرف اللي الفرنك عنده حسبته، خسر المعهد في 41 ولا 42 مليون. هذا لوجو. الوغ احنا عندنا اطاراتنا، ولو كان تشوفوا كوبي كونفورم على تينيزي تيليكوم. دخلوا في هذايا اول ما شاف كونه يلزموا يتنقل المعهد من المكان هذا 70 نهج الشام باش يمشي في بنايه بجنب الباد والكريم تاعها مليار. تصور انت في الوقت هذا نكريو بمليار، نخليو رخيص ونمشيو للمليار. في الوقت هذايا السيد هذا من جملة الحاجات زاده اللي زاد شافهم كونه ظلم أعوام موجودة لهنا وبشهادتهم، وعندنا حتى باريكري تعسف على الناس وما خلى معمل، واللي يجيه ويسألوا حتى منا احنا نقابة تعسف علينا وطردنا من بيهم. الحاجة اللي ما عجبتهمش كونه كي جات الإدارة العامة الحالية الأمور مشات. أنا اللي نحب نقول له السيد هذا كونه يا سيد راهو الوقت هذا راهو تعدى وفات وتوا ما عادش، وسيرتو أنت تجي في هالمرحلة هذه الدقيقة اللي تبدلوا فيها وزراء. شنو معناه؟ تحب تأثر على الوزارة كونه السيد هذا ما يصلحش؟ ماكش أنت اللي تقيم يصلح ولا ما يصلحش، أعوان المعهد وإطاراته ونقابته اللي متواجدين هنا، واحنا اللي